السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. صباح الخير عليكم البنات، شراكم ان شاء الله راكم لاباس كما راكم شفتوا في العنوان راكم تشوفوا في الصورة. اليوم درنا السمك تاعنا اليوم بنين 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 عسل عسل. درتو بالرز. الطريقة تاعو سهلة ولا أطيب ولا أروع ولا أسهل. كما راكم تشوفوا نقيتو في النص، فتحتو نقيتو. الراس انا ما نحوش كشكل يعني، ولكن بصح لازم تنقوه مليح مليح الراس، نقوه مليح وديروا له القارص باش تحسوا انه ما فيش ديك المراره او في حاجه ممكن مش مليحه. انا نقيته شحال من مره مش باين هنايا، درتو تحت العين او تحت السباله. فتحت عليه الروبيني مليح 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 نقيته، وكما تشوفوا دركا ندير له القارص ونخليه مده من الوقت. تروحي تقضي حاجه طيبي حاجه، ومن بعد هو على بكري لازم تنقيه على بكري. العقدة تاعنا درنا ثوم، كثرت الثوم، درت تقريبا 9 أو 10 سنات تاع ثوم أو 5 سنات يعودوا كبار. درت تقريبا 2 مقارف ونص تاع زيت. عندي الكبابة، أنا دائما السمك نديرلو الكبابة، ديروا الكبابة العكري، شوية كمون فلفل كحل، وديروا الملح، وراني عصرت البنات عليها شوي قرص في العقدة. ديروا العقدة لداخل والبرا الاثنين. هذه العقدة جربوها بنينة بنينة. أنا نقينا مليح الراس تاع السمك، يعني أنا نحس الشكل تاعو كي تحط تعود السمكة كاملة أحسن من أنك تنحي لها الراس. كما راكم شفتوا درنا كامل مسحنا، ومن بعد زدنا شوي ملح لأن الحوت يكون ناقص له ملح، يعود ناقص به الملح يعود صامت. هذه أنا أول مرة ندير بطاطا مقلية، ندير مع الحوت واش ندير، أما لا قلت نجي ندير الرز أحسن حاجة مع السمك يجي الرز. درت العرق الأصفر، حابة اللون تاع الرز يعود لي شوية أصفر. درت نفس البهارات اللي درتها في السمك في العقدة. وعندي راس تاع سمك نقيته مليح مليح وخليته في القارص لمدة، وبعد شللته ودرته واش تطلق لنا بنا. ودرت عندي روز، عندي تقريبا نصف فرطل منحوه، يعني ناحة منه شوية. ديرهم في النار، ودرت الزبدة، نص مقلب تاع زبدة وزيت. ديرهم في النار يعني شوية، ما تخلوهش يتحمص الرز، حركوها شوية وخلاص. ومن بعد درنا عليه الماء ودرناه فوق النار، خليناه يتقالى، حسيناه شوي يتقالب، وبعد نقصت عليه النار يعني شمعة وخليته. هذه القطة تاعي راه شمت ريحة بصح رضيتها وعطيت لها حبة تاع حوت، شبعت ورحت. شوفوا الرز تاعنا طابلين فلفل والبنة ولا أروع. الراس نحيناها أكيد مش رايحين ناكلوه، والبنة طلق لي بنة ولا أروع. ما عندكمش ديروا يا ربي البهارات جامبو كان حبيتو ديروا جامبو يطلق لكم بنة ولا أروع. عندي حبة تاع قارص حسيتهم بداو يذبالوا، درتهم طاس تاعجي، وخاصة القارص مع السمك مليح. درنا عليهم تقريبا مش ريتلة، ناقصة على الريتلة. درك وخلينا لشتو السمك، خليته ريح مليح، حطوه على الأقل ساعتين خليته، ومن بعد قليته جات بنتو ولا أروع.
كما راكم تشوفوا الله يبارك الله يبارك، الرز بنين والسمك مقرمش وبنته هايلة وما تطولش فوق النار، يعني يكوني معاه شوية هاك شوية هاك يعود لك رطب من داخل، ما تخلوش السمك من داخل ينشف، كي ينشف راحت البنة نتاعو خلاص. عملوا له هاك هاك ولا اروع، يعني يعجبهم ياكلوا يعني ويشكروا في الحقيقة. راكم تشوفوا في السمكة، شوفوا كيفاش لين ماهوش ناشف، والبنة العقدة مع المدة تاع طياب راها تلعب دور كبير في مدة الطياب تاع السمك، ما تخليش ينشف لك، ما تنحيه ناقص طياب. بالصحة والعافية، ما تنسوش الاشتراك في القناة، ديروا لي لايك. سلام.